شخص راجع لحياتك وهو متندم ومتحسر عليكي، بس بيقول يا ترى هتسامحيه وتنسي اللي عمله فيكي ولا لا. الشخص ده راجع لحياتك ليه؟ الشخص ده راجع لحياتك لان هو شايف انه بيحبك قوي، شايف انه لما بعد عنك وسابك ونهى العلاقة وجايز يكون عمل بلوك او تجاهلك، ما قدرش يعيش بدونك، ما قدرش ان هو ينسى ايامك او ينسى العلاقة معاكي. الشخص ده عنده طاقة حنين واشتياق وتعلق ليكي رهيبة. كمان شايفة في طاقة الشخص دوت بيتمنى رجوعك لحياته من تاني، زي ما يكون بيندم ان هو سابك او بيندم ان هو ما كانش مقدر وجودك في حياته كويس جدا، بس انت عملتي اللي المستحيل يتوقعه من رد فعلك معاه. ممكن تكوني انت بالفعل اخدت قرار بقطع التواصل مع الشخص ده او اتعاملت معاه بمعاملة فيها لا مبالاة، حاسة قد ايه ان هو مش في حياتك ومش في تفكيرك، حاسة ان فعليا خسرك، حاسة ان فعليا انك انت رحت لغيره، والشخص ده ما كانش عنده طاقة النوايا ان هو ينهي العلاقة. بس الشخص ده كان شخص نرجسي، كان شخص بيحب دايما ياخد وما يعطيش، كان دايما بيتعامل معاكي على انك انت حد بيصبر قوي وبتستحملي قوي في العلاقة، فكان شايف فيك الحنية، كان شايف فيك الامان، كان شايف فيك الطمأنينة، كنت بتطمنيه وهو معاكي، كنت دايما بتحاولي انك تساعد الشخص دوت او تسانديه او تحاولي تقفي جنبه، لان الشخص ده بيحبك قوي ومش حاسس بحد غيرك انتي. واضح انه شخص ممكن يكون اجتماعي، شخص ممكن يكون ليه علاقات، او شخص بيسافر كتير، كمان شخص عنده كاريزما وحضور، بس انت الوحيدة اللي خاطفه قلبه وعقله بيكي، مشغول بيكي كتير، بيحلم بيكي، في طاقة تواصل وتخاطر روحي رهيبة، زي ما يكون الشخص ده مش عايز حد معاه غيرك. الشخص ده بيفكر في ارتباط معاكي، جايز ان الشخص ده مش ليه وش يرجع لحياتك، لانك بتسألي نفسك ليه الشخص ده طالما حبني وطالما متعلق بيا وطالما فعلا ندم عليا ليه مرجعش من بدري، ليه ما اعتذرش؟ لان الشخص دوت كان دايما خايف انك ترفضي رجوعه لحياتك، زي ما يكون الشخص ده عارف كويس قوي يعني قوة اللي عمله معاكي بقى من تراكمات، من مشاكل، من تحمل، ممكن خيانة، ممكن كذب. يعني واضح انه الشخص ده كان شخص مخادع معاكي، او انت اكتشفتي حقيقته في حاجة، لان الشخص ده حاسس ان هو وهمك او خدعك بالحب، او انت شايفاه بالطاقه دي، لكن فعلا هو بيحبك، فعلا ان هو عايز يرتبط بيكي، شايفك انك انت يعني very sexy attraction، حد جذاب، حد جميل، شايف فيكي تفاصيل هو بيحبها قوي، بيحب كل حاجه فيكي، صوتك، كلامك، شكلك، اهتمامك بنفسك. يعني الشخص ده شايف فيكي السعاده والامان والحب، راجع لحياتك والقرار بيرجع ليكي.